بعزيمة كبيرة وطموح متجدد يواصل أبطال الجزائر مشوارهم في اليوم الثاني من ألعاب البحر الأبيض المتوسط بطارنطو. البداية كانت مع المصارعة الإغريقية، حيث تأهل كل من فيصل بن فرج وعبد الكريم فرقاد إلى النهائي ليضمنا ميداليتين فضيتين على الأقل، فيما سيخوض ثلاثي فادي روابح بشير سيد عزارة وشوقي دولاش أدوار الاستدراك من أجل الميدالية البرونزية. الاستعراض الجزائري امتد أيضا إلى الريشة الطائرة، حيث تأهل ثنائي كسيلة وتنين معمري إلى النصف النهائي بعد تجاوزهما الثنائي المصري بشوطين دون رد. وفي منافسة التايكواندو اكتفى نذير حربي بالميدالية البرونزية بعدما خرج من نصف نهائي المنافسة. وعلى المستطيل الأخضر استهل المنتخب الوطني لكرة القدم مشواره بأفضل طريقة، محققا انتصارا ثمينا على حساب منتخب كوسوفو بثنائية مقابل هدف واحد، ليضع الخضر أول 3 نقاط في الرصيد بثبات. وبنتيجة عارضة حقق المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات فوزا على نظيره الكوسوفي بنتيجة 35-20 بعد مواجهة مثيرة أكدن فيها تفوقهن الميداني. نتائج واعدة وحضور يعكس جاهزية الرياضيين الجزائريين للتنافس على أعلى المستويات ورفع الراية الوطنية. سجلت الرياضة الجزائرية انطلاقة قوية ومميزة مع بداية المنافسات الرسمية لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بإيطاليا، عقب سلسلة من النتائج الإيجابية والفوز المستحق للفرق الوطنية في أدوار الدور الأول، متفوقة بانتصارات حاسمة على النظراء والمنافسين وفي مقدمتهم الفرق المغربية. واستهلت البعثة الجزائرية حصاد الميداليات بتألق لافت للمصارع عبد الكريم فرقات الذي أهدى الجزائر أول ميدالية ذهبية في الدورة عقب أداء احترافي وتفوق صريح في المواجهات النهائية لسباق المصارعة الرومانية. وتعكس هذه النتائج الأولية الجاهزية العالية والتحضير الجاد للنخبة الوطنية للمنافسة بقوة على منصات التتويج ورفع الراية الوطنية عاليا في المحفل الرياضي المتوسطي وسط تفاعل وإشادة واسعة من الجماهير والمتابعين للشأن الرياضي.